بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي ومشاهدي المصرية من كل مكان، أهلا بكم في فيديو جديد بخصوص تغذية الأم في آخر شهرين. مهمة جدا بالنسبة للغنم، بتفاديك من مشاكل كتير وخسائر كتير ممكن تقابلك أثناء الولادة أو بعد الولادة. وطبعا كلنا عارفين إن فترة العشر أو فترة الحمل بالنسبة للغنم من 150 يوم ل 155 يوم، يعني تزيد معاك 5 أيام وتقل معاك 5 أيام. وقلة التغذية على العلف المركز بتسبب لك إجهاض وبتسبب لك تسمم حمل وبتعمل لك مشاكل كتير، وممكن تخلي اللبن بتاع الأم بعد الولادة شوية. وطبعا في أول 3 شهور بيبقى الجنين حجمه ضعيف، فالأم بتحتاج نسبة علف أو نسبة تغذية بسيطة، غير آخر شهرين يا جماعة حجم الجنين جوه في الأم بيبقى كبير، فالأم بتحتاج لتغذية عالية من حيث البروتين والطاقة والألياف. لازم تكون التغذية بتاعتك متوازنة في آخر شهرين، وتهتم بالأم اهتمام كامل من حيث التغذية، العلف المركز والمادة المالئة والفيتامينات في المية وحقن عضل والعسل الاسود في المية او تجريع. المهم تهتم بالام اهتمام كامل عشان ما تجيش بعد حمل 5 شهور او 4 شهور يحصل للام اجهاض والجنين ينزل، او الام تيجي تولد ويحصل لها تسمم حمل، او الام تولد 2 أو 1 وتلاقي اللبن شوية. فالتغذية على العلف المركز في آخر شهرين أو الاهتمام بالأم في آخر شهرين بيقف عليه حاجات كتير. وطبعا كلنا إن حجم الجنين بيكبر وبياخد حجمه الطبيعي في نهاية العشر أو في آخر فترة الحمل، فبتبقى الأم عايزة علف مركز من حيث البروتين المظبوط والطاقة والألياف، وتحقن فيتامينات عضل كل أسبوع أو مرتين كل أسبوع، وتجرع الأم عسل أسود عن طريق الفم، تمام، مرة أو مرتين بردك كل أسبوع. ولو عايز تحط فيتامينات في المية تحط، عايز تحط عسل أسود في المية تحط، تمام. وطبعا الإضافات البيطرية فيتامينات وأملاح معدنية وخميرة حيواني ومضاد سموم، وكل الحاجات دي كلها لها عامل، كل الحاجات ده لها عامل بالنسبة للأم اللي بتولد أو بالنسبة للنعجة اللي بتولد، عشان لو ربنا كرمك والغنم ولدت وقامت بالسلامة تلاقي اللبن بتاعهم مظبوط واللبن بتاعهم يشبع المواليد. فالغرض من الفيديو بتاع النهاردة الاهتمام ثم الاهتمام بالتغذية آخر شهرين بالذات. يعني لو انت عندك قطيع غنم وبتسرح فيه في اي اراضي زراعية، اول 3 شهور عادي تأكل ما تأكلش تسرح بيهم عادي خالص، لكن في اخر شهرين هتيجي من بره تخش مكانك تعلف الغنم علفة محترمة من مادة مالئة ومادة مركزة، مادة مالئة تبن ومادة مركزة. العلف المركز بتاعك تكون نسبة البروتين فيه كويسة، ونسبة الطاقة ونسبة الألياف ونسبة الأملاح المعدنية والفيتامينات وكل الكلام ده مظبوط، لأن في ناس كتير بتعاني من المشاكل دي، تمام، بالذات الغنم اللي أول مرة تولد، تمام. فالاهتمام بالتغذية يا جماعة، ثم الاهتمام بالتغذية. ما تضيعش تعبك على الأرض، ما تتنكش تصرف وتأكل وتشرب 5 شهور حمل وتيجي في الآخر لا قدر الله يحصل لك حاجة تخسر مشروعك. فالاهتمام في آخر شهرين مطلوب بنسبة 100%.